بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده طريقه عمل الرقاق الطري الفلاحي في البيت اهو، من غير فرن، على عين البوتاجاز من فوق، او عيش الشاورما ده تعملي برضه في الشاورما اهو. ده بعد ما استوى قدامكم خلاص وطري خالص قدامكم اهوت. هنجيبها طريقه بقى الطريقه معايا الخض اللي كان طالع من الزبده بتاعت الفيديو اللي عدى، حطيت عليه ملح وشويه لبن قدامكم اهوت. ونحط الدقيق بقى. الخض ده بيخلي طعم الرقاق طعمه وريحته جميلة. الخض ده ممكن يتعمل مرتة برضو، بس انا حبيت نعجن بيه. تعجني بيه قرص، تعجني بيه رقاق، اللي انت عايزة تعجني بيه اعجني، بيبقى كله لبن وسمنة، وبيدي طعم وريحة حلوة للقرص او الرقاق. حطيت معايا برضو قشطة معايا اهوت، على الكيلو ونص دقيق، ده كيلو ونص دقيق. الصينية بقى مش هتساعد معايا في العجين، حطيتها على الرخامة دي انا مطهرة بالخل والمية السخنة وكده، ومطهرة يعني نضيفة. معايا برضو قطع الزبدة اهوت، معايا زبدة، حطيت قشطة وزبدة على السمنة بتاعت الخض اللي كانت باقية من الخض اهوت، وبنعجن فيها. والرخامة دي بتساعد على العجين، بتفرد معاكي وتساعد معاكي على العجين اهو. يبقى الكيلو ونص دي ياخد ربع كيلو ايه سمنة على طول. حطها بقى زي انت ما تحطها، عايزة تحطها قشطة حطيها، تحطها سمنة حطيها، تحط نص زيت ونص سمنة حطي، تحطها زبدة حطي اللي انت يعجبك. بس الكيلو ونص دي بياخد ربع كيلو ايه سمنة يعني اهو، قدامكم اهو. بتقطعيها بقى كده زي ما شفتها قدامكم، القطعة على حسب ما انت المكان اللي هتسوي فيه يعني. تفردي معاكي ايه يعني، لو عايزه هتعملي في الفرن عادي تقطعي قطع كبيره طبعا، هتعملها زي ما انا هنعمل كده، تعملها قطع صغيره قطع صغيره. معايا العين اهوت، او صينيه نظيفه طبعا، وعلى ظهرها تخبزي على ظهرها، بتفردي بالنشابه او بالسريع اللي عندك، فرده سهل خالص. والتقطيع زي ما قلت لكم على قد المكان اللي انت هتعملي فيه. شايفين شكله جميل ازاي في الخبيز وحلوه ازاي اهو. واللي تطلعيها بتغطيها عشان ما ينشفش منك، بتغطيها بغطا تقيل يعني، او تحط عليها كمان مشمع. وتفردي معايا نشابه برضو، تفردي باي حاجه عندك. فقلت القطع بتاعتها تقطعيها على قد ما المكان اللي هتخبزي فيه. لو على صينيه كده بتقطعيها قطع صغيره، في الفرن بتقطعها قطع كبيره طبعا اهو. شايفين بيقبوا جميل ازاي اهوت، ولا فرن احسن من الفرن كمان، والسريع ما بيخش سوا. انا عايز بس اللي يلحقوا يلحقوا ايه فرد و... وتبطيط يعني اهو. في ثواني بطيب معاكي، وفي منتهى الجمال وطعم وريحة. وزي ما انتوا شايفين اللون اهوت في الخبيز متحمر وجميل خالص اهو. ولو انت عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. والفرد بتاعه ساخن، بس تسيبيه يرتفع شو بعد ما تقطعيه، سيبيه زي نص ساعة كده عشان يرتفع، عشان يفرد معاكي على طول بسرعة اهو. والنار تبقى هادية مش نار عالية، انت هتحس بالنار ساعتها امتى تهديها وامتى تعليها اهو. وكل شوية تمسحي الصينية دي عشان يبقى فيها مكان دي، وتفردي على دقيق طبعا اهو. وطعم وريحة كان مخلي ريحة الشقة جميلة، وانا بنسويه. السريع بيفرد معايا احسن من النشابة، فكنت بفرد بالسريع اهو. وجربوه وان شاء الله هيعجبكم، ولا عايز فرن ولا حاجه. وانا فيديوهاتي زي ما قلت لكم كذا مره ناقصها شرح كتير وناقصها تفاصيل كتيره، بس انا ما بحبش اطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم اه. فبنختصر كتير في الفيديو، بنشيل منه كتير اه. تقلبي بقى فيه كل شويه كده عشان ايه يتحمر من جميع الناحيات. شايفين بيقب معاكم ازاي معايا ازاي اهو. بعد ما استوى بقى كله، ولازم تغطيه اللي طلعاه تغطى، تحطيه على بعضيه وتغطيه بمشمع ويا باي يا بغطا تقيل. شايفين بتطبق ازاي وطري ازاي اهو. وطعم وريحة، ويعمل منه سندوتشات، ويعمل منه سندوتش شاورما وكل حاجة اهو. شايفين طري ازاي اهو. وتعملي بيه كل حاجة، وتاكلي بيه كل حاجة اهو. شايفين اهو طري خالص اهو، وبتلف معاكي زي السندوتشات اهو. وجربوا واعملوا هيعجبكم ان شاء الله في البيت، ومش واخد منكم وقت خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.